الحاج داخل من بره، حطيت له صينيه الاكل وبقول انا هغسل المواعين واقعد بقى شويه اريح. لقيته بيقول لي ليه؟ هو انت بتعملي ايه طول النهار عشان عايزه تقعدي؟ قلت له معلش يا خالد مش سامعه السؤال. قال لي بقول لك انت بتعملي ايه طول النهار عشان عايزه تقعدي؟ قلت له طول النهار طول النهار. طيب شغلوا بقى الميكروفونات، كل البنات والستات تعمل مشاركات، علوا السماعات عشان دي هتكون اول واخر مره راجل يقول لمراته الكلمه دي. اللي داخل من بره لقيت الشقه بتلمع وكل حاجه في مكانها. مين اللي روقها؟ مين اللي مسحها؟ حماتي، اخواتك، الشغاله اللي انت جايبها؟ مين اللي غسل الحمام وخلاها ريحته ليمون؟ عيالك اللي جم من المدرسه فطروا واتغدوا وحلوا وشطفوا وغيروا وذاكروا وبهدلوا وانا عملت تاني، وبوظوا وانا غسلت تاني، ونيلوا الحمام وانا عملته تاني، وطربوا الارض وانا كنست تاني ومسحت تاني. الشقة دي بتتروق 5 مرات في اليوم الواحد. مين اللي بيعمل كل ده؟ الحوض النظيف اللي زي الفل ده مين اللي بيغسل المواعين؟ مين اللي بيغسل الكوبايات؟ مين اللي بيغسل الحلل؟ مين اللي بيغسل البوتاجاز اللي بيبرج من طشطشة الصلصة والسمك والبطاطس والطبيخ؟ مين اللي طبخت؟ مين اللي هتحط الاكل؟ مين اللي هتشيل الاكل؟ مين اللي هتكنس مكان الاكل؟ مين اللي هتغسل المواعين؟ مين اللي هتروج المطبخ بعد المواعين؟ من اللي هتطلع من المطبخ تلاقيكم حلين وراميين على الارض بزر عنب وخوخ واكياس شيبسي وفرافيل. مين اللي غسلت الهدوم؟ مين اللي نشرت الهدوم؟ مين اللي بتلم الهدوم؟ مين اللي بتطبق؟ مين اللي بترص في الدولاب؟ مين اللي بتمسح الموبيلي؟ مين اللي بتغسل التلاجة اللي بتوقعوا فيها بواقي الاكل والعصير؟ الشغاله اللي انت جايبها وبتدفع لها بالدولار لما بتيجي من بره تقول لي انا شقيان وتعبان طول النهار في الشغل. ايوه انت شقيان وتعبان، انا ما قلتش حاجه، بس ما تقللش من تعبي وتقول لي غور من وشي انا دماغي قد كده. لا، انت لو دماغك قد الاوضه انا دماغي قد الشقه كلها. هو انت كنت في الشغل وانا كنت في المالديف وتقول لي انت ما بتحسيش بيها؟